أهلا بكم في حلقة جديدة من الترند بيقول إيه. الترند النهاردة مش أغنية ولا مشاجرة ببرنامج، الترند اسمه شهاب أبو منفك. والله ما بنهزرش، الواد الشبح اللي قرر يصطدم BMW ويصطدم كمان بالمجتمع كله من غير ما يرمش. في الطريق شاب بسيط سايق توك توك، بس مش بسيط قوي لأنه بيشيل مفك، مش مفك عقل، مفك حديد. خبط عربية وصاحب العربية قرر يصور الواقعة، بس شهاب رد عليه بجملة دخلت التاريخ. قال له صور يا باشا، أنا اسمي شهاب وده المفك اهو، أنا من الجمعية. من الجمعية؟ يعني إيه؟ معرفناش بصراحة، بس واضح إنها دولة داخل الدولة. الفيديو انتشر بسرعة البرق، الناس اتقسمت، في اللي ضحك وقال ياه ده ابن خالتي ده، وفي اللي قال فين الدولة، وفي اللي رجع الفيديو مرتين بس عشان يتأكد إن فعلا في حد بيقول ده المفك اهو، كأنه بيشاور على ID. وبعد ساعات قليلة وزارة الداخلية قالت تمام، تم القبض على المتهم. الولد اعترف وقال إنه مش بلطجي، وإنه المسؤول عن أمه وإخواته، وإن المفك ده بيصلح بيه التوك توك. بس السؤال هنا مش هو بلطجي ولا لأ، السؤال الحقيقي إزاي بقى فيه شهاب؟ إزاي بقينا نعدي على تهديد بالسلاح الأبيض ونقلبه ترند؟ إزاي السوشيال ميديا بقت أسرع من البلاغ الرسمي؟ وإزاي المجتمع ساعات بيضحك عشان مفيش حاجة تانية يعملها؟ في النهاية شهاب مش شخص، شهاب حالة، شهاب مشروع بلطجي بس عنده وعي بالعلامة التجارية. قال اسمه، قال عنوانه، وقال المفك معاه، كأنها حملة تسويقية. لو ما خفتش مني خاف من المفك. دي كانت حلقة من الترند بيقول ايه عن شهاب أبو منفك من الجمعية. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واستنونا في حلقة جديدة.